واما بالنسبه لعدد السكان عزيزي المشاهد فاحنا هنكون ثالث دوله من حيث عدد السكان، طبعا بعد الصين والهند. وهتكون عدد سكان دولتنا العربيه حوالي 400 مليون نسمه. وبالنسبه للديانه هيكون الاغلب بنسبه 93% مسلمين وحوالي 6% مسيحيين، وبقيه النسبه اديان متفرقه. واما بقى عن اقتصاد دولتنا العربيه فاحنا هنناقشه من جهه واحده بس، وهي جهه النفط والغاز الطبيعي، طبعا لان ده اهم صناعه بالنسبه لنا. فدولتنا العربيه عزيزي المشاهد هتتحكم في حوالي 30% من انتاج النفط العالمي والغاز الطبيعي كمان، وطبعا ده هيدي لها الافضليه والاولويه ان هي اللي تحدد سعر النفط، لان زي ما قلت لك ده هي بتتحكم في ربع انتاج النفط العالمي. فهتبقى دولتنا العربيه هي اللي متحكمه في الاسعار. والنفط زي ما قلت لك عزيزي المشاهد دي قوه مهمه جدا، ده بيقوم حروب عشانه. يعني خد نبذه عزيزي المشاهد عن ازمه النفط دي. في ايام حرب 73 ما بين مصر والكيان الصهيوني، الدول الخليجيه قررت ان هي تمنع النفط او توقف وتقلل كميه النفط اللي بتوديها لاوروبا وامريكا. فجي وزير خارجيه امريكا وقعد مع الملك فيصل وبيهزر معاه وبيقول له انا طيرت